بيان تضامن مؤتمر ستار مع نساء السودان. نحن نساء مناضلات من مؤتمر ستار في روجافاي كردستان شمال وشرق سوريا نرفع اليوم صوتنا بقلوب مثقلة بالحزن والألم، متضامنين مع كل امرأة في السودان، ونخص بالذكر نساء الفاشر اللواتي يعشن أبشع لحظات حياتهن تحت وطأة العنف الوحشي والقتل والاغتصاب الممنهج والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري وتشريد الآلاف من المنازل مما تعرضت له النساء في الفاشر. ليس مجرد اعتداءات، بل هو جريمة ضد الإنسانية وإبادة متعمدة للمرأة واستهداف مباشر لكل مجتمع يسعى للحرية والعدالة. معاناتكن هي معاناتنا، ونشارككن الألم والخوف واليأس الذي يعتصر القلوب، مصممات على أن لا يمر الصمت العالمي دون أن يسمع أصواتكن، وأن لا يظل الظلم يهدد حياتكن دون محاسبة. نؤمن بأن المرأة هي قلب المجتمع وعموده الفقري، وأن حرية المرأة واستقلالها هما حجر الأساس لكل مجتمع حر وعادل. في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها النساء الفاشر، يصبح واجبهن وواجب كل النساء الحرات في العالم أن يكن حاميات لأنفسهن ولوجودهن. الحماية لا تتحقق بالاعتماد على الآخرين فقط، بل من خلال بناء شبكات تنظيمية نسائية قوية تجمع النساء في كل أحياء المدن والقرى، وتؤسس آليات حماية عملية تشمل الدفاع الذاتي، نقاط أمان جماعية، التوثيق والمراقبة، وتوفير الدعم النفسي والمادي للناجيات والمتضررات. إن تنظيم النساء لأنفسهن اجتماعيا ونسويا ليس خيارا، بل هو سبيل البقاء والحفاظ على الحياة الكريمة في وجه الظلم والقهر. نؤكد أن نضال المرأة ضد الاحتلال والعنف والذهنية السلطوية لا يمكن يكون فرديا، فهو نضال جماعي يتطلب وحدة النساء في كل مكان، وصوتا مشتركا يواجه الظلم بكل قوته وعزيمته. كل هجوم على امرأة هو هجوم على المجتمع بأسره، وكل خطوة تقوم به النساء لحماية أنفسهن ولتنظيم مجتمعاتهن هي خطوة نحو الحرية والكرامة والعدالة. من خلال فلسفة المرأة الحياة الحرية، نعلن أن الألم الذي تعيشه نساء السودان هو ألم عالمي، وأن مسؤولية كل النساء الحرات في العالم أن يقفن سندا وعضدا لهن، ينقلن أصواتهن، ويطالبن المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والحقيقي لإنقاذ النساء وحماية حقوقهن. نرفع صوتنا اليوم إلى المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية، نطالبهم بالتحرك الفوري لإنهاء الحرب وإيقاف كل أشكال العنف ضد النساء الفاشر. وكل نساء السودان يجب أن تسمع صرخات النساء وتحترم حياتهن وكرامتهن، ويقدم لهن الدعم الكامل بما في ذلك مآوٍ آمن، رعاوي صحية وتنفسية عاجلة، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى كل المناطق المتضررة دون تأخير أو عراقيل. ندعو أيضا إلى فتح تحقيق دولي مستقل وشفاف لكشف الحقائق ومحاسبة جميع مرتكبي الجرائم، لضمان عدم إفلات أحد من العقاب، ولإرسال رسالة واضحة أن انتهاك حقوق النساء لن يمر دون مساءلة. كما نؤكد على ضرورة دعم المبادرات النسوية المحلية وتمكين النساء من المشاركة الفاعلة في صنع القرار وإعادة بناء المجتمع على أسس العدالة والمساواة، لضمان وضع حد دائم للعنف وإرسال سلام حقيقي وشامل ينهي الحرب، يحمي النساء ويكفل الحرية والكرامة لكل أفراد المجتمع. نؤمن في مؤتمر ستار أن صمود النساء السودان ونضالهن من أجل الحياة الكريمة والكرامة الإنسانية هو امتداد لنضال كل النساء الحرات في العالم، وأن التضامن معهن ليس مجرد شعور عابر، بل هو التزام أخلاقي وإنساني ومسؤولية جماعية تحتم علينا الوقوف إلى جانبهن. نحن نعلن لكن أننا سند وعضد نحمل معكن المعاناة، ونرفع أصواتكن إلى العالم كله لنؤكد أن معركتكن هي معركتنا، وأن كرامتكن هي كرامتنا، أن الوحدة والتنظيم والقدرة على الحماية الذات هي القوة الحقيقية التي ستصنع الحرية والعدالة. وسيظل مؤتمر ستار داعما لكل النساء في بناء مجتمع يضمن المساواة، الأمن والاستقلال بعيدا عن العنف والقهر،
وفق فلسفة المرأة الحياة الحرية التي تمثل جوهر رؤيتنا ووجودنا. مؤتمر ستار 5 تشرين الثاني 2025. جنجيان آزادي، جنجيان آزادي، جنجيان آزادي، جنجيان آزادي.